الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده كان فعاليات ختام مشروع ايسف على مستوى المنوفيه. الحمد لله رب العالمين تم تصعيد 21 مشروع من اجمالي 98 مشروع. كانت المشاريع كلها تطبيقيه بحته. يمكن المشروع الاولاني كان على طرف صناعي، ده اللي انا اقدر اتكلم عليه كويس قوي. الفريق ده كان من استيم السادات. اللي حصل ان هم اتقدموا السنه اللي فاتت، خد اول جمهوري وسافر امريكا. الناس عملت له او هناك قيموه وعملوا له اضافات، جه عمل اضافات السنه دي ودخل، وان شاء الله متوقع له انه ياخد اول جمهوري السنه دي ويسافر امريكا. الاول لمديرين الادارات كتر خيركم، شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا على المجهود اللي انتم عملتوه. تعبينكم معانا لكن ده لصالح اولادنا، لصالح وطننا العزيزه مصر، عشان نطمنها ان في بحث علمي جيد عندنا هنا في مصر. بالنسبه للاولياء الامور بقول لهم هنيئا لكم هنيئا لكم، بالفعل عرفتوا تنتجوا، مش تربوا بس، لا تنتج حد بيفكر للبلد دي، حد بيفكر بشكل مختلف. كلنا عارفين السلوك الشباب اللي موجود حاليا، دول كونهم يسلكوا السلوك ده ويروحوا يعملوا هذا الحدث، لا فخر كبير ليكم ان تفخروا، سواء البنت او الولد فاز ولا ما فازش. هو كفايه بس انه شارك في ايسف السنه دي، اكيد السنه الجايه هيكون ليه شأن كبير جدا جدا جدا.